يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في زوايا مخفية في العالم ده بتحصل حاجات لو حد حكاها لك هتقول عليه مجنون. هنبدأ من الهند ونكشف سر علاج غريب بيعتمد على حركات إيد مرعبة، ونروح للمكسيك ونشوف تحدي قوة بيختبر حدود البشر اللي ملوش آخر. ومش بس كده، ده احنا هندخل في كواليس الطبيعة ونشوف كائنات بتعمل حاجات بره المنطق، زي عنكبوت بيسلخ جلده بالكامل عشان يكبر، وسمكة مدرعة بتقدر تعيش بره المية بالأيام. ركز في كل دقيقة عشان اللي هتشوفه بالوقت مش هيتكرر تاني، ويلا بينا. تعال بقى أقولك على معلومة يمكن أول مرة تسمعها في حياتك. أنت تعرف إن العنكبوت بيغير جلده؟ أيوة يا سيدي، العنكبوت بيغير جلده، وده لأن جلد العنكبوت مش بيكبر معاه، فعلشان كده كل فترة بيعوز يغير جلده بالطريقة اللي أنت شايفها قدامك دي. وخلي بالك بقى، العملية دي مش بس عشان يكبر، ده كمان بيعمل كده عشان يتخلص من أي طفيليات كانت لازقة في جلده القديم. والأغرب من كده إن العنكبوت في الوقت ده بيبقى ضعيف جدا وجسمه طري، فبيستخبى في مكان أمان لحد ما جلده الجديد ينشف ويجمد ويبقى زي الدرع اللي بيحميه. سيبك بقى من العنكبوت وتعال نشوف أغرب علاج في الهند. لو انت بقى فاكر ان العلاج حقن وبرشام تبقى غلطان. دلوقتي يا سيدي في الهند عاملين علاج جديد بيعتمد على حركة الايد، وبيقولك انه بيعالج البواسير وكمان بيعالج الفقرات في الظهر بالطريقة اللي انت شايفها قدامك دي. والحقيقة يا سيدي ان اللي بيحصل ده تقنية طبية معروفة باسم تعديل عظمة العصعص او الكوكسيجيال مانيبيوليشن، ودي بيعملها متخصصين في العلاج الطبيعي او الكايروبراكتيك. الفكرة إنهم بيعدلوا مكان العظمة دي يدوياً عشان يريحوا الأعصاب ويشيلوا الألم اللي في أسفل الظهر. فالموضوع مدروس جداً، مش مجرد حركات وخلاص. يعني في الهند بيعدلوا العظم بالإيد، وإحنا لو عطسنا بس بيجيلنا غضروف. سيبك بقى من وجع العظم وتعال نشوف علاج الحجامة. تعال بقى أوريك أغرب أنواع الطب القديم اللي لسه مكسر الدنيا لحد النهاردة، وهي الحجامة، أو زي ما بيسموها في الطب الحديث الكابينج ثيرابي. لو جسمك مكسر أو حاسس بتقل في عظمك، يبقى الحل في الكاسات اللي انت شايفها دي. واللي بيحصل ده علميا يا سيدي بيسموه الضغط السلبي. يعني الكوبايات دي بتشفط الهواء فبتشد الجلد لفوق، وده بيخلي الدورة الدموية تنشط في المكان ده بالذات، ويساعد الجسم انه يتخلص من الالتهابات والسموم اللي متخزنة تحت الجلد. يعني الموضوع مش مجرد كاسات محطوطة وخلاص، ده تنظيف شامل للجسم من جوه. سيبك بقى من الكاسات وتعال نشوف تحدي شوارع المكسيك. تعال بقى أوريك أغرب تحدي موجود في شوارع المكسيك. والتحدي اللي معانا النهاردة يا سيدي هيعرفك قوة رجليك وظهرك كمان. كل اللي عليك إنك هتقعد في الأرض بالطريقة اللي انت شايفها قدامك، وبعد كده بيحطوا عليك أوزان تقيلة ممكن توصل ل50 و60 كيلو. واللي بيحصل ده يا سيدي هو النسخة المرعبة من تحدي الوول سيت أو القعدة على الحيطة. الفكرة إنك بتسند ظهرك وبتنزل بوضعية القرفصاء كأنك قاعد على كرسي خفي، ولازم ركبتك تعمل زاوية 90 درجة بالظبط. التحدي ده بيخلي عضلات رجلك حرفياً تنطق من كتر الضغط، فما بالك بقى وهم حاطين فوقيك وزن بني آدم كامل. سيبك بقى من ألعاب المكسيك وتعال نشوف السمكة المدرعة. تعال بقى أوريك النهاردة أغرب سمكة موجودة في العالم. والسمكة دي يا سيدي بيسموها بالسمكة المدرعة علشان شكلها الغريب والزعانف اللي موجودة فيها في كل حتة. لا، والأغرب من كده كمان إن السمكة دي ممكن تعيش بره المية. والسمكة دي اسمها العلمي بليكوستوماس، وعندنا في المناطق العربية بنسميها سمكة الزمار أو سمكة الكناس، وده لأنها معروفة بقدرتها الرهيبة على تنظيف الأحواض من الطحالب. والسر الحقيقي في بقائها حية وهي ناشفة تماما بره المية هو قدرتها العجيبة على امتصاص الأكسجين من خلال أمعائها. يعني بتستخدم معدتها كجهاز تنفس بديل، وده اللي بيخليها تقاوم الموت وتفضل عايشة لحد ما ترجع المية تاني. سيبك بقى من السمك وتعال نشوف لسعة النحلة. تعال بقى أوريك النهاردة حاجة بنشوفها كتير بس عمرنا ما ركزنا في تفاصيلها، وهي لحظة لسعة النحلة. أيوة زي ما انت شايف كده. النحلة دي أول ما بتقرر تلسعك الموضوع مش مجرد قرصة وخلاص، لا، دي بتبقى عملية انتحارية. والسر في إن النحلة بتموت بعد ما تلسعك إن الإبرة بتاعتها بتبقى عاملة زي المنشار المشرشر، فبتشبك في جلدك وما بتعرفش تطلعها تاني. النحلة لما بتيجي تطير الإبرة بتتسحب ومعاها أحشاء النحلة وجهازها الهضمي، فبتموت فوراً. يعني النحلة جيلة صاحبي عندها أمانة زايدة في الشغل، بتديك اللسعة بضمير بس بتدفع حياتها تمن القرصة دي. تعال بقى أوريك أغرب جرس في العالم. والجرس اللي معانا النهاردة يا سيدي اللسان بتاعه إنسان. أيوة زي ما انت شايف كده،
المشهد ده انتشر جدا اليومين اللي فاتوا، وشايفين الإنسان هو اللي بيرن الجرس بالطريقة اللي قدامك دي. والحكاية وما فيها إن دي فنانة استعراضية سويسرية اسمها أليس دوراند. الفنانة دي علقت نفسها جوه جرس ضخم وزنه بيوصل ل 1200 كيلو، وبدأت تستخدم جسمها كأنه لسان الجرس بالظبط، ومن خلال حركات أكروباتية صعبة وقوية كانت بتدفع نفسها عشان تخبط في جدران الجرس وتطلع الرنات دي. وطبعا هي عملت كل ده عشان الفن، بس غالبا هي دلوقتي ماشية في الشارع بتشتكي من صداع مزمن ومحتاجة كرتونة بنادول عشان تفوق من اللي عملته في دماغها. ومن عالم الفن والاستعراض تعالوا نشوف المصارعة عند الأتراك. تعال بقى أوريك أغرب أنواع الرياضة اللي موجودة في العالم، واللي بيسموها المصارعة التركية. أيوة يا سيدي، المصارعة دي تختلف عن أي حاجة شفتها قبل كده، عشان هيغرقوك زيت وهتنزل تلعب بالطريقة اللي انت شايفها دي. والمعلومة اللي هتصدمك إن الرياضة دي اسمها كيرك بنار، ودي من أقدم الرياضات اللي لسه بتتلعب في العالم من أيام الدولة العثمانية. المصارع هنا بيلبس بنطلون جلد تقيل اسمه كيسبات، بيوصن وزنه ل 13 كيلو، والزيت مش بس عشان يصعب المسكة، ده كمان عشان يمنع دبان الغيط والناموس إنه يقرب منهم وهم في عز المعركة. يعني رياضة ودهانات ومنظفات في نفس الوقت. سيبك بقى من المصارعة وتعال نشوف علاج أفريقيا. لو انت بقى سافرت أدغال أفريقيا هتشوف حاجات مرعبة. هتشوف الناس بتستخدم فضلات المواشي كعلاج، في ناس بتغسل بيها جسمها وفي ناس كمان بتشمه. أيوة زي ما انت شايف كده. والمعلومة اللي تدهشك إن الطقوس دي مشهورة جدا عند قبائل الدنكا في جنوب السودان، وهم بيعتبروا رماد فضلات المواشي دي مادة مقدسة وبتحمي المريض من الشمس، وكمان بتعمل كمبيد حشري طبيعي ضد لدغات الناموس اللي بتنقل الملاريا. يعني الموضوع عندهم مش مجرد طقوس، ده صيدلية طبيعية بيحتموا بيها من بيئة الغابة القاسية، بس طبعا ريحتها محتاجة مناخير حديد. سيبك من العلاج الطبيعي وخلينا نروح نشوف الهندسة اليدوية. تعال بقى أوريك واحدة من أذكى الحلول الهندسية في العالم. اللي انت شايفه قدامك ده يا سيدي مش مجرد رصيف، دي صينية عملاقة لتدوير القطارات، معروفة هندسياً باسم التيرن تيبل، والهدف منها إنها تلف القطر بالكامل 180 درجة وهو واقف في مكانه. والفكرة دي يا سيدي موجودة في دول كتير جدا ومن زمان، وبدأت من أيام القطر البخاري القديم اللي ما كانش بيعرف يرجع لورا، فكان لازم يلاقوا طريقة يلفوه بيها عشان يرجع المحطة اللي جه منها. يعني الفكرة عبقرية وبسيطة ومستمرة معانا لحد النهاردة في المحطات العملاقة. سيبك بقى من الهندسة وتعال نشوف الراجل اللي بيرفع الحديد. تعال بقى أوريك أغرب راجل موجود في العالم، والراجل اللي قدامك ده بيشيل حديد، بس الغريب يا سيدي إنه بيشيل الحديد بعينيه. أيوة مش بإيده. والمعلومة اللي هتخليك تشد في شعرك إن البطل ده هو الفنان الاستعراضي الأمريكي كابتن ستيسي رينولدز. والسر هنا مش في العين نفسها، السر في عضلة الجفن وقوة تحمل الجلد والأنسجة اللي ربنا خلقها قوية جدا. ستيسي ومحترفين العروض دي بيعتمدوا على تقنيات تنفس معينة وتدريبات قاسية جدا بتخلي الأنسجة مرنة لدرجة مرعبة، وتقدر تشيل أوزان توصل ل20 كيلو بجفون العين. سيبك بقى من العيون وتعال نشوف القلوب الحديد. تعال بقى أوريك أغرب وأعظم الابتكارات اللي بتغير شكل المستقبل. اللي انت شايفه ده مش مجرد موتور، ده قلب ميكانيكي بيتم تصنيعه بدقة خرافية. والمعلومة اللي هتبهرك إن القلوب دي بدأت فعلا تنقذ حياة البشر. الأطباء بقوا يزرعوا قلوب اصطناعية كاملة للناس اللي عندهم فشل قلبي حاد، والقلب ده بيشتغل بالبطاريات زي الطبيعي. والجديد بقى إن العلماء شغالين على تطوير قلوب لاسلكية بتتشحن من بره الجلد. يعني ممكن في المستقبل تلاقي واحد ماشي بقلب حديد وبيشحنه وايرلس زي الموبايل. بس طبعا مهما وصل التطور مفيش أحن من قلب البني آدم اللي بيحس وبيحب. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى اللايك المتين. أشوفكم الفيديو الجاي على خير، سلام.